السلام عليكم، ازيك يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ معانا النهارده احلى اكله محشي الكرنب. كلنا بنحبها. بسم الله ونشوف نعملها سوا ازاي. عندنا كرنبايه متوسطه بنقطعها. بنقطع الراس بتاعتها ونحفرها كده من النص عشان نسلقها كلها على بعضها في الحله. معانا الحله فيها ميه سخنه وحاطين فيها معلقتين سكر، ونحط الكرنبايه على وشها حوالي 5 دقايق، وبعدين بنقلبها على ظهرها. مجرد ما تشكشك كده وتغلي شوية بنبدأ الورق يتساب لوحده، بقى بنطلع ورقة ورقة. بيكون سوا حلو قوي بالطريقة دي وما بيستهرش مننا قوي. نبدأ بقى نطلع ورقة ورقة بالشكل ده، بيطلع بسهولة. بنقطع العنق بتاعته ونقطع الورقة على 3 عشان الصباع مبقاش كبير قوي، يبقى كلها مقاس واحد. بالطريقة دي نقطع كل الورق. بنعمل بقى التغذية بتاعة المحشي. معانا بصلتين كبار بتقطعهم، بتحطوا في معلقتين سمنة ومية حمرا مستحمرة كده، بننزل عليهم بصلصة الطماطم بتكون تقيلة، بنحط عليها ملح وفلفل وبنحط عليها بهارات لحمة، وبنحط عليها توم بكمون وشطة، وطبعا اللي يحب يحط قرن فلفل حامي يحط. الرز بنخلط معاه البقدونس والشبت الخضرة، وننزل بصلصة الطماطم عليه، نقلب زي ما انتم شايفين كده. بنلف بقى المحشي كده واحد واحد. طبعا المحشي ما بتحطش فيه رز كتير عشان يستوي بسرعة، وما يستوي يبقى كله ايه، مبقاش حصى. ورصه بقى كله بالطريقة دي. أكلة مفيش أسهل من كده. نعمل بقى الطماطم، نحط لها طماطم ونسقي، نحط عليها العقد بتاعها. أول ما بيستوي المحشي بنقدح له كده معلقتين سمنة بلدي. لما يستوي صبوا زي ما انتم شايفين كده، تبقى أحلى أكلة بألف هنا وشفا. متنسوش تشتركوا في القناة